في قلب سهول آسيا القاسية، حيث لا صوت إلا الريح وصهيل الخيول، ولد قوم لم يكن العالم يعلم أنهم سيغيرون مجرى التاريخ إلى الأبد. لم يكونوا ملوكا ولا أصحاب مدن، بل رعاة فقراء يعيشون على التنقل والقتال من أجل البقاء. لكن خلال سنوات قليلة تحول هؤلاء البدو إلى أعظم قوة عسكرية عرفها البشر، إنهم المغول. قصتهم ليست فقط قصة حروب، بل قصة عقل عبقري وخوف ودم وإمبراطورية امتدت من الصين حتى أوروبا. اليوم سنعود بالزمن لنكشف كيف خرج جنكيز خان من المجهول، وكيف سقطت أعظم المدن أمام فرسانه. قبل أن يصبح جنكيز خان أسطورة، كان طفلا ضعيفا اسمه تيموجين، مطاردا بالجوع والخيانة والخوف. قتل والده مسموما، وتركت عائلته وحدها في سهول لا ترحم. تعلم تيموجين أن القوة لا تأتي من الدم الملكي، بل من الذكاء والولاء. كون تحالفات، كسر قوانين القبائل، وجعل الرجال يتبعونه ليس خوفا بل إيمانا. ومع كل معركة كان اسمه يكبر، حتى ارتجفت آسيا عند سماعه. لم يكن المغول أمة واحدة، بل قبائل متناحرة يقتل بعضها بعضا من أجل الماء والمرعى والسلطة. كل قبيلة ترى نفسها الأحق، وكل زعيم يحلم بأن يكون سيد السهوب. لكن تيموجين فهم شيئا لم يفهمه غيره، أن القوة لا تبنى بالسيوف فقط، بل بالعقول. بدأ يجمع الرجال ليس حسب النسب، بل حسب الكفاءة. الضعيف إذا كان ذكيا أصبح قائدا، والقوي إذا خان يقصى بلا رحمة. شيئا فشيئا تحولت القبائل إلى جيش واحد. وفي سنة 1206 وقف تيموجين أمام الجميع، وأعلن باسم جديد: هز آسيا. جنكيز خان، حاكم كل من يعيش في الخيام. لم ينتصر المغول بكثرة العدد، بل بعبقرية القتال. كان الفارس المغولي يولد فوق الحصان، ويطلق السهم وهو يركض بأقصى سرعة. استخدموا الخداع، التراجع الكاذب، والتطويق من كل اتجاه. عدوهم يظن أنهم يهربون، ثم يجد نفسه محاصرا في جحيم من السهام. وكانت سرعتهم مرعبة، جيش يتحرك كالعاصفة، لا ينام، لا يتوقف، ولا يترك فرصة للنجاة. لهذا عندما سمع العالم باسم المغول لم يسأل هل سيهزمون، بل سأل متى سيصلون. لم تكن جيوش المغول تقاتل فقط، بل كانت ترعب قبل أن تصل. مدن عظيمة مثل بخارى، سمرقند، وبغداد لاحقا ظنت أن أسوارها تحميها، لكن أمام المغول لا جدار يصمد. استخدموا الأسرى كدروع، والمجانيق كوحوش تقذف النار والموت، ومن قاوم أبيد. لم يكن الهدف فقط النصر، بل نشر الرعب حتى تستسلم المدن قبل القتال. وهكذا تحولت طرق التجارة إلى طرق للدم. بعد وفاة جنكيز خان لم تتوقف العاصفة، بل كبرت. أحفاده حملوا الراية، وكان أخطرهم رجل اسمه هولاكو خان. أرسل من الشرق بأمر واضح: إسقاط العالم الإسلامي من جذوره. في سنة 1258 ظهرت جيوش المغول على أبواب بغداد، عاصمة العلم والخلافة والحضارة. الخليفة ظن أن الأسوار ستحميه، لكن المغول لا يعترفون بالأسوار. حاصروا المدينة من كل الجهات. المجانيق كانت تمطر الحجارة والنار، والسيوف كانت تكتب نهاية عصر كامل. دخل المغول بغداد، فغرق دجلة بالدم، واسودت مياهه من حبر الكتب المحترقة. في أيام قليلة سقطت مدينة كانت منارة العالم، ولم تعد بغداد كما كانت أبدا. لم يتوقف المغول عند آسيا والشرق الأوسط، بل تابعوا الزحف حتى طرقوا أبواب أوروبا. بولندا، المجر، وروسيا سقطت جيوشها أمام سرعة لم يعرفها العالم من قبل. الفرسان الأوروبيون بثقل دروعهم لم يستطيعوا مجاراة خيول المغول الطائرة. كانت المعارك قصيرة، لكن نتائجها مرعبة. أوروبا لأول مرة شعرت أن النهاية قد تكون قادمة من الشرق. ولولا وفاة الخان الأعظم لربما تغير تاريخ أوروبا بالكامل. لم يكن انتصار المغول صدفة، كان لديهم نظام استخباراتي مرعب. كل مدينة تدرس قبل مهاجمتها، وكان لديهم انضباط لا يكسر. القائد يأكل مثل الجندي، والجندي يعرف أنه جزء من آلة لا ترحم. استخدموا الحرب النفسية قبل السيوف، ينشرون الرعب فتسقط المدن دون قتال. هكذا لم يصنع المغول إمبراطورية بالقوة فقط، بل بالعقل أيضا. لا توجد إمبراطورية تعيش للأبد. بعد موت جنكيز خان ثم هولاكو ومن بعدهم انقسمت الدولة، أمراء يتصارعون وخانات يتحاربون.
القوة التي أخافت العالم بدأت تأكل نفسها من الداخل، وتحول المغول من عاصفة واحدة إلى رياح متفرقة، لكن اسمهم بقي محفورا في ذاكرة التاريخ. من سهول منسية خرج رجال جعلوا العالم يرتجف. لم يبنوا مدنا كثيرة، لكنهم غيروا خرائط الأرض. سقطت إمبراطوريتهم، لكن قصتهم لم تسقط. وكلما عبرت الريح سهول المغول اليوم كأنها تهمس باسم واحد: جنكيز خان.